الأصحاب، الناس اللي الظروف جمعتكم من اللاشيء، وأنا في كل خطوة ليا بيكون ورايا داعمين وكده، وأنا بحب إني أنا أفتح المايك وأتكلم ازيك يا مجدي؟ انا الحمد لله يا زيك، انت اخبارك ايه؟ كل سنة وأنت طيب يا عم. انت طيب. والله أنا مبسوط جدا. والله انا مبسوط وبخير عشان شفتك، بس انا مبسوط بقعدة، يعني كان نفسي من زمان حد يعملني معاملة المشاهير دي ومايك وقاعدين بنتكلم واسئلة منى الشاذلي دي. بس يعني بعد ما شفت البودكاست المرة اللي فاتت بتاع زيكا وفتحي، اللي هو غالبا اول حاجة تعجبني لزيكا يا جماعة، مش يا عم في إيه؟ انا صديق أنا لسه صديق بتنام انا صديق صريح جدا. فشاوت اول فتحي بصراحه، لانه انا اكتشفته من زيكا، بس دخلت اتفرجت على هو منزل فيديوهين بس عجبوني، بالذات فيديو الحرفيا انا ده، لان هو كان عامل، يعني هو عامل سيرش كويس قبل ما يتكلم وكده، فيعني كان لازم اقول شاوت اوت لفتحي كده في وسط الفيديو. أنا مبسوط والله إن أنت كمان قاعد معايا. والله وانا كمان انبساط هيفرقع. قاعد بقى في الاوضه. كان رمضان اللي فات كان أكتر وقت يعني أنا وأنت كنا في وش بعض فيه وبتاع. للاسف هو رمضان اللي جاي بالنسبه لي امتحانات، يعني حتى المسلسلات بتاعت زمان كانت، يعني كنا زمان بنقول رمضان مسلسلات، ما بقاش مسلسلات خالص. أنا عبادة أصلا. ما كانش مسلسلات، كان رمضان عبادة. والعباده كده كده ثابته، يعني هو شغل او كليه مش هتوقفك عن العباده، خصوصا انت فاهم رمضان اللي فات كنا بنعبد برضه على قد ما نقدر، بس يعني رمضان بالنسبه لي كان اتحول من رمضان مسلسلات زي ما انت قلت بقى رمضان شغل السنه اللي فاتت، ربنا يعيدها هي، وبقى دلوقتي رمضان امتحانات، من تقريبا من تانية ثانوي واحنا بنمتحن في رمضان، من تانية ثانوي او اولى ثانوي. اتعودت على الموضوع ده. حتى يعني المسلسلات دلوقتي ما بقاش فيه كرياتيفيتي، هو يقول لك ايه الكبير الجزء السابع، طب حضرتك انا هتفضل ما شفتش السادس مش هطلع. انا فاتني كتير بعد كده ما اعرفش مسلسل الجزء الثاني، طب انا عايز ارجع للاول، وكنبش دلوقتي ما شاء الله داخلين. لا يا عم، بس في حاجه اسمها اختيار ناس. ما اللي سمعت بس ما توديناش في داهيه، يعني احنا واقفين عند كده. دلوقتي في الفرقه 101، فرقه 102. هم فرقه. هم عندهم حب للارقام في المسلسلات، يعني غرفه 207 الزوجه الخامسه زهره وازواجها الخمسه وعندهم مشكله في الارقام. طيب نرجع اللي انت قلت الامتحانات. هو بص يعني القدر ما جمعش ان احنا نبقى مع بعض في كليه واحده، وخصوصا ان برضو ما جمعش ان احنا نبقى اصحاب من بدري، عرفنا بعض في ظروف سبحان الله. هي كل حاجه في الدنيا كده. اتكلمت في فيديو ليا منفصل عن فكره ثانويه عامه، وانا مريت بمرحله عامله ازاي. انت بالنسبه لك كانت ثانويه عامه ماشيه معاك ازاي؟ يعني من فتره ما انت نازل بقى بتحجز الدروس في السناتر وبتاع، انا بقى عايزك تحكي لي كده الموضوع ده مريت بيه ازاي، او كانت ايه طموحاتك، ايه كل الافكار دي، او انت مثلا يعني تنصح الناس بايه، او شايف ان الكلام اللي انت قلته لي لو عايز تفيد بيه حد تاني هتفيده بيه ازاي؟ بص، هي يعني انا مش هكتب اقول لك ثالثه ثانوي سنه سهله وكده، بس هي ثالثه ثانوي كانت كابوس، وانت عارف يعني انا ما ينفعش اتكلم في زيكو وميجو من غير ما يجيب سيره ثالثه ثانوي، يعني احنا اتعرفنا على بعض في ثالثه ثانوي، بس كان في جزء خفي شويه مع زيكا ما يعرفوش في الليله، ان انا داخل ثالثه ثانوي كنت طالب علمي بحت، في يوم وليله صحيت نمت لقيت نفسي طالب ادبي بحت، فحته انك تختار ادبي وعلمي دي بالنسبه لي من اهم حته في ثالثه ثانوي، ما تخليش حد يفهمك اصل بتوع علمي اذكى وبتوع ادبي اغبى، او عارف انت الميمز اللي بتنزل. ايوه فكلنا في الاخر على فكره بنخش كليه واحده، يعني انا اكتشفت كلنا بنخش تجاره، فاهم؟ خش. آه انا ما دخلتش تجاره. انا بخش تجاره، ده انت اعلى يا زيكا، انت اعلى. كمان طلبة ادبي مش حته تقليد بس، هم شايفين ان حته ان خلاص انا ادبي انا مش هذاكر زي بتاع علمي، بالعكس انا بشوف ان الموضوع اصعب، بس يعني كل واحد في اتجاهه وميوله اكتر، فيعني عشان ما نخشش في الحته دي كتير، في غيرنا حرقها كتير وهي حته الكل فاهمها يعني، بس تجربتي لما ثالثه ثانوي هي تجربه غريبه، لان الناس كلها بتخش ثالثه ثانوي مرعوبه، بعد كده بتشوف الدنيا سهله شويه، الامتحان بتيجي بتترعب. انا دخلت سنه ثالثه ثانوي وانا هادي، جات نص ساعه وانا هادي، جت الامتحانات وانا هادي، هي الخضه كلها كانت في مرحله التنسيق
ده الرعب الحقيقي. يعني انا لجنه الامتحان ما افتكرش في المرحله دي اللي هي بس الفتره او الحاجات اللي هي كانت معلمه، الهايلايتس بتاعت الفتره بتبقى معلمه قوي معاك، هي دي الحاجات اللي انت بتفضل. يوم الاستمارة، اول امتحان ليك، اول امتحان، اول امتحان ده داخل سمع قلبك عم يوم النتيجه ويوم التنسيق، دول يومين. فاكر انت اول مره تشوف الصوان ده اصلا اللي هو موضوع صعب، بس حته يعني اصعب يومين في ثالثه ثانوي فعلا، يوم النتيجه ويوم التنسيق ويوم انت عرفت تنام ليله الامتحان. اول امتحان. انا كان 7 امتحانات تقريبا، انا ما رحتش امتحان منهم نايم غير الانجليزي يعني بصراحه. الموضوع قلب معايا بالعكس، يعني انا كل ما بخاف اكتر كل ما بنام اسرع. لا بس يعني اصعب يومين انا بالنسبه لي الامتحانات عدت بسلاسه جدا. انا بقول لك انا بحكي تجربتي، انا الامتحانات كانت بالنسبه لي معديه سهله جدا، الا طبعا امتحان التاريخ. الالماني ما تفكر يا ضغط والله، انت ما بتكملش وساعات مش اي حد يا جماعه الماني بيسمعنا يحول، حتى لو امتحان كمان شهرين حول، يلحق نفسك. حول يا اما اعمل شك ان انت داخل حقوق زي ناس كده. فيعني انا بالنسبه لي في تجربتي انا الامتحانات عدت بسلاسه، السنه عدت بسلاسه وتكاد تكون احسن سنه في حياتي تعليميه. بتتعلم فيها في الحياه، لكن لو هتاخدوا ساعه دراسه لا يعني انا عايز اقول لكم حاجه، وما تخلوش يعني ان محمد علي يقول لكم انتوا فاشله في حياتكم ولا لا، او معادله كيمياء تقول لكم انتوا فاشله ولا لا. طه حسين ياكل فيديو اللي على حياتك. ايوه طه حسين كان قاعد زهقان مش لاقي حاجه يحكيها، حكى على كوبايه الشاي. فيعني احنا خلاص نكمل يعني، بس انا كنا نلعب في البريد. لا يا عم ما اتلغاش، كان ملغي. انت بقى اخر حبه قالوا لك لا ده ما اتلغاش، بس ما جاش في الامتحان. انت عارف فاكر السؤال اللي كان على ايه؟ فاكر انت؟ لا يا اسطى كان في سؤال جه مش عارف قال لك مين ابن اخت او ابن عمة طه حسين، او مش فاكر. لا كانت في عنترة بن شداد. لا ده العنترة ده في تانية. يا اسطى برضه في امتحان العربي انت واحد داخل بعد ما اتفتشت من الظباط وبعد ما شفت الصوان وداخل قلبك بيدق اصلا ورعب الدنيا فيك وقاعد بتفتح، سيبك من شكل الامتحان، سيبك من القطعه اللي انت ما شفتش اكبر منها في حياتك دي، لما تقعد تقرا القطعه التبعهم وانت ليه حاطط لي قطعه دراميه يعني دراما انا عشناها 11 شهر وسلام ليه جيت تحط لي قطعه دراميه؟ كانت قصه هم انا مش فاهم الموجه ساعتها كان مبيت على مسلسل. لا القصه الفقره اللي جات لنا انا كنت فاكر ان هي مقتبسه من فيلم ساعه ونص بجد. ده مسلم. كانت فكره صعبه يعني. بس يعني نرجع للحته اللي انا بقولها، انا ضد فكره ان ثالثه ثانوي هي اللي بتبين انت فاشل ولا لا. بس انت لو فعلا عايز تبقى حاجه، يعني انا عارف ان الدكتور مش هيهمه طه حسين كان بيقول ايه، انا كواحد بدرس تجاره مش هاممني خالص محمد علي عمل ايه، بس هو نظام مجبرين عليه يعني. فانت حاول ان انت تلم الدنيا دي عشان توصل في يوم تاني اللي انت عايزه. وكنصيحه لاي حد بيسمع، مش في حياه جامعيه، لا الجامعه فعلا تحس ان اللي انت بتدرسه ده مهم، يعني انت ممكن تاكد على الكلام ده. انا قلت الكلام ده في الفيديو بتاعي، في فكرة اللي هو أنا فعلا حاسس إن أنا بتعلم حاجات في الكلية أقدر أطبقها على حياتي يعني، أو حاسس إن أنا عشتها في حياتي. أول يوم في الجامعة يا ساتر، القبة يا نجيلة. القبة خد يا صاحبي صور لي والنبي مع قبة الجامعة. انا الحظي ان انا دخلت جامعة قناة السويس وهي ما فيهاش قبة، فده كانت صدمة ليا لما دخلت بدور على القبة. فيها زهرة لوتس. اول يوم كنت فاكر ان مأذنة الجامع هي دي القبة بتاعت الجامعة. مش عندك في جامعتك قبة؟ لا المنصورة فيهاش قبة، انت ما يعرفوش ربنا اصلا. لا بس يعني هو يوم صدمة حضارية بشعة. انت رحت من طالب، مع كامل احترامي لكل الطبقات مش قصدي اي حاجه، من طالب انا كنت طالب مدرسه حكوميه اللي دخلت شباب امون و24 اكتوبر. صدمه حضاريه. وفكره ان كانت بيقابلني ناس لمده اسبوع، هو المستر دخل ولا لسه؟ لا بجد المستر دخل ولا لسه؟ فاكره افيه. طب يا دكتور، وانت اصلا على فكره انا نفسي كنت بقعد اقول يا دول بيروشنوا وانت عارف الشغل ده، بس انا كنت بمسك من يا مستر ويا ميس من على بقي، فاهم، من على بقي خلاص يا دكتور. انا بصراحه ما
حسيتش ان حاجه زي كده ممكن تحصل معايا، لان انا ما كنتش بروح المدرسه اصلا. اصلا لا انا قعدت 3 سنين ما بتروحش الجامعه، انت مطبقها يا بت. مش فاكر، ما عملتش كده خالص بقالي من تالتة اعدادي تقريبا. لا يعني هي بصراحه احنا الجيل اتظلم حته التالتة اعدادي ولا ثانوي ابتدائي، والله. من ابتدائي احنا جيل مظلوم. دخلنا في ثوره، وفاكر الفتره اللي الدراسه اتاجلت فيها مده طويله. وفاكر انت فتره كورونا كانت جايه لنا في كورونا. تالتة ثانوي، كانت قبل تالتة بسنه. بس نرجع يعني لاول يوم جامعه، هو صدمه حضاريه بس حاولوا تستمتعوا بيها على قد ما تقدروا. يعني انا لحد دلوقتي انا مش عجوز، يعني انا عدى سنتين اهو في الجامعه، بس انا لحد دلوقتي ما بنساش اول يوم ليا، ما بنساش جريه اللي هو انت بتطلع 3 ادوار بتدور على السكشن في تحت، وتلاقي الدكتور في مكتبه بيشرب شاي اصلا مع السكرتيره، وفرحه ان انت لاول مره بتلاقي حد في الكليه انت شبهي، طب تعالى ننزل نذاكر سوا، طب فرحه عامه ان انت بتلاقي حد جديد اصلا، وبتبدا من اول لعبه روس اور دير، وقول لي انت اسمك ايه وماما لا ايه وانت عملت ايه، وتحكوا خوازيق لبعض وبتاع. هي احساس حلو يعني، هي الجامعه حياتها لذيذه، واول يوم حاولوا تستمتعوا بيها على قد ما تقدروا عشان اول سنه دي بتبقى عامله زي فرحه البدايات كده. وما تهتمش هتجيب تقدير اول سنه، فعشان انت ابدا تقديراتك بعدين. لا اول ترم انت فعلا كل حاجه دلوقتي هتقاسم. يعني انت دلوقتي ايا كان تخصص او كليه تدخلها، ده من وجهه نظر انا يعني انت مش محتاج الا ترم واحد بس هتاخد على الدنيا. لا ويعني كمان كل حاجه دلوقتي انت محتاج ماتيريال في البيت. جروب دفعه موجود، يعني ايام اخواتنا الكبار ما كانش في فكره جروب دفعه دي، في كانت في لسه امتحانات طلبه بيلموهم على كافيتيريا الجامعه ويا جماعه عندنا ندوه ثانويه مش في كافيتيريا الجامعه. يعني هو كورونا كله جروب دفعه وحاجات ما كانتش موجوده. مين كان يصدق؟ انت عارف لو رحت رومي مثلا ايام كانت بتروح الكليه ماشي زي ما كانوا بيحكوا لنا كده، انا بروح من بيت جدي كلها ما كانش فيها غير عمود نور واحد بس بيذاكروا في الجامعه. ان انت هيبقى معاكي حديده في ايدك عليها كلام الدكتور اللي قاله، ما حدش هيصدق. يعني انا شايف ان احنا مش مظلومين في حته ان التكنولوجي ساعدت كتير في دراستنا عامه يعني. ما تاخذنيش ان انا عمال اسالك كتير عن الجامعه وكده، انك انا مبسوط حياتي المشاهير الواحد لا الواحد فعلا يعني انا ما عشتش حياتي الجامعيه كما يعني ما نزلتش بقى كليه ورحت وجيت وشفت الشيل بتاع، فانا ببقى عندي فضول ان انا عايز اعرف الدنيا دي عندكم ماشيه ازاي. لا انصح فيها بتتعاملوا مع بعض انصح فيها مره اسبوعيا مثلا، هي انت بتبقى لذيذه. رمضان بالنسبه لك انا شايف كرمشه وشك كده من ورا. لا ما هم الناس بتقول علينا انا قلت رمضان بس هي رمضان في الكليه كانت مشت وش، لكن رمضان عامه لا، رمضان اجواء لوحدها بتبسط. رمضان الاغاني بس اصلا والزينه اللي في الشارع وكل الحاجات دي بتحسس الواحد ببهجه مش عارف يعني ليه. هي بقى اصل لحد ما تتخيل، عارف انت صدمه احمد حلمي بتاعت لما بص على الفانوس رمضان بكره، هي صدمه، بس صدمه حلوه لحد ما تقف ان هو رمضان بكره وتلاقي بكره يا جماعه السكشن في ميعاده، فاهم اللي هو الساعه كام بقى اللي هو هنصلي المغرب يا دكتور ونيجي. يعني هو طبيعي كل ما تكبر هتلاقي شغل في رمضان، كليه في رمضان، فيعني هو مفيش زمان هتنزل انا هنام للمغرب واصحى نفسي ارجع وارمي بومب وصواريخ بعدها، مفيش. نفسي ارجع ما هو انت عشتها، ما هي كده انانيه، احنا عشناها. بس مع العمر طبيعي. انت في ثالثه ثانوي كنا بنتفحت دروس، انت فاكر لما كنا بنفطر على رصيف قدام الناس البيتزا اللي ما تتاكلش، شوت اوت طبعا البيتزا كان عندنا درس ساعتها، انتوا عليكم درس واحنا علينا درس، وخلصنا اكل واللي هو مش قادر تمطيعه. جبت تاكسي روحته وانا لا رحنا ما دخلتش الدرس. لا درس، احنا رحنا وجينا لكم بعدها على المنتزه، اعمل كليب على المنتزه في منطقه داعي. المكان ده كان بيلمنا فعلا، بيحتوينا كده في ثانويه عامه. انا فاكر فرحه اول ايفون جبناه ونزلنا قعدنا، فاكر كان كل واحد ماسك التفاح نجيب بالكم. كان في حاجات بسيطه قوي يا اسطى بتبسطنا. على فكره لحد دلوقتي في حاجات بسيطه بتبسطني، بس يعني لا بقيت احس ان الحاجات البسيطه نفسها مش موجوده. انا بقيت منطفي بقيت طافي انا بقيت منطفي يعني انا مش مصدق ان زيكا انا معايا ماتيريال زيكا بس تودي ازاي بس هدي جامد. فبمناسبه صحاب الكليه كده حط دي في النص، بمناسبه صحابي في الكليه انا قايل لهم من اسبوع ان انا هاجي هنا بودكاست مع زيكا، فيعني لو حد شايف يقول عايزين ميجو تاني في الكومنتات عشان اظهر له بس ان انا ليا فانز انا كمان. انت كان بالنسبه لك احساسك ايه وانت بقى بتخلص ثانويه عامه
عايز كان في حاجه في دماغك عايز تدخلها؟ الدنيا كانت ماشيه معاك ازاي؟ بص، هو انا كنت بقولها لكم في ثالثه ثانوي، انا مش يعني مش عايز ابقى انفلونس وحش على الناس، اقول لك ما تخليش عندك حلم ان انت داخل وانت داخل لثالثه ثانوي. بس بصراحه انا عمري يعني انا دخلت فاضي، انا ما كانش في دماغي كليه، وربنا يسامحكم يوم حطيته في دماغي كليه ما دخلتهاش. يعني فكره ان انت تخش انا عايز اخش كليه كذا دي انا ضدها، انا كنت ضدها وانت فاهم، انا كنت عايز اجيب اعلى حاجه اقدر عليها واخش. فيعني ثالثه ثانوي حته الخروج منها ما كانش بالنسبه لي انا انتظر كليه زي ما الباقي، بس كانت حته خوف، انا مش عارف انا رايح فين. حتى فكره انا بقى يعني انا بتناقض مع نفسي كده، بس انا مش حاطط كليه في دماغي، اتحطت قدامنا ورقه التنسيق قذرا اللي اتحطت قدام 12 دي كلها زي ما كان. نزلت زي برضه رحت اليوم رحت المشوار يعني باشا احنا رحنا مع بعض. ايوه لا ما رحناش، احنا رحنا في تاريخ الافتراض. تمام. في تاريخ الافتراض. فكانت ورقه قذره كده، وانا مش شايف اي حاجه لان الاسماء دي كلها كانت جديده عليا، فهي جت زي ما جت. جميله يا عم. فهي هي طالعه تخوف، وانت داخل برضه على مكان انت ما تعرفوش، وما بقيناش داخل خلاص الف ب وطه حسين والايام والجديده. احنا دخلنا على انت بكره لما تشتغل هتاخد 1 2 3. هي مخيفه بس تجربه لذيذه. يا جماعه وانا بقفل مجدي جه مسكني من زماره رقبتي وانا عايز اقول حاجه، اتفضل يا عم. ما بصوا يا جماعه، زي ما زيكا قال ده كان جزء بسيط من خبايانا، فيعني لو حد من صحاب زيكا عايزنا نفضحه زياده او لا اله الا الله يا عم. 3 2 1. زي ما زيكا قال يا جماعه كان جزء بسيط من الخبايا، فيعني لو عايزين تعرفوا خبايا زياده اكتبوا في الكومنتس عايزين ميجو تاني. وصحابي في الكليه انا عايز اعمل شاوت اوت عشان هم وعدوني ان هم يكتبوا في الكومنتس عايزين ميجو تاني. حتى لو انت قلت لي انا ممكن افكر في الموضوع، بس عايز اثبت لك بس حاجه. فيا جماعه عايز لو حد كتب في الكومنتات انا بشكركم جدا، ولو ما كتبتوش اي حد معايا في التيم يعرف ان هو اتماينس من دلوقتي يعني.